اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تكونوا بخير أخواتي، صحتكم بخير. الفيديو تاع نهار اليوم البنات راح نحضر لكم فيه هذا الوصفة سريعة خفيفة، يعني بدون لحوم، مش راح تحتاجي فيها لحوم نهائيا. على بالي راكم تحوسوا على الوصفات الاقتصادية، راح نحضر لكم هذه الوصفة تاع الشيفلور، يعني بكمية قليلة تاع شيفلور توجدي غداك ولا عشاك بطريقة سهلة بطريقة اقتصادية بحوايج متواجدين عندكم كامل. باذن الله الوصفه تاع نهار اليوم راح تعجبكم كامل اخواتي. وايضا ما تنسونيش من تفعيل زر الجرس، وما تنسونيش من التفاعل في القناه باه يوصلكم كل جديد. لهنا كما راكم تشوفوا بعد ما جبت شيفلور البنات لهنا غسلته مليح كما راكم تشوفوا، يعني نحيت له هذاك السواد اللي تلقوه من فوق. يعني نظفت الحبه تاع الشيفلور مليح. لهنا جبت كاسرونه كما راكم تشوفوا، نحطوا فيها الماء ونحطوا فيها شويه ملح باه ما يجيناش مسوس. ونحط فيها هذاك الشوفلور تاعنا كامل، يعني الحبات تاع الشوفلور نحطهم هنايا. وحطيت لها اوراق من الرند ولا الغار كما يسميوه، باه يطلق لنا النكهه تاعو ايضا مليح. ثاني تغليو فيه، يعني اي حاجه كي تحطوها هكذا تغلي تحطوا لها الرند تطلق لكم الذوق تاعها مليح. هنايا نحطوهم كامل كما راكم تشوفوا، نحطوهم حبه بحبه ونخليهم حتى يغليو مليح حتى نشوفوه ولا لكم طري، يعني داه ذاك الغليان تاعو بيان. ومن بعد يعني لهنا راح نغطيه انا ونخليه واحد ربع ساعه حتى ل20 دقيقه، ماهوش راح يطول بزاف في الغليان تاعو. بعد ما تشوفوه غلى لكم مليح هذاك الشوفلور تاعكم، بعد ما تشوفوا دخلوا الطياب، يعني ضروري انه تشوفوه طاب لكم مليح، بس كان لهنا راح من بعد راح نرحيه كامل، مانيش راح نخليه هكذا حبات. يعني هذه الطريقه اللي راح نديرها لكم كما قلت لكم راهي اقتصاديه بطريقه بسيطه جدا البنات، وايضا راهي سهله. لهنا بما انه يعني ايضا تحوسوا كامل على الوصفات الاقتصاديين، راني دائما نحاول اني نجيب لكم غير الوصفات اللي تساعدكم كامل، والوصفات اللي تكون سهله عليكم وتقدروا تحضروها. بالنسبه للشفرور البنات تقدروا ايضا تخدموه وتخبيوه، بما انه دوكا السعر تاعو راه نقص شويه، يعني كاين مناطق راه مازال فيهم يبيعوه غالي بسكشت بزاف اللي راهم يقولوا مازال عندهم ب20,000 ب16,000. يعني كل منطقه كيف راهم يبيعوا فيها. وايضا تقدروا يعني اللي يلقاوه رخيص يقدروا يشريوه ويخبيوه بطريقه جد سهله. يعني تقدري ديري تصبير للشوفلور، بس كاين بزاف اللي يشتيوه ويشتيوه ايضا مرقد، بس من بعد كي ديروه في يكون مرقد بزاف بزاف بنين البنات. الطريقه تاعو تجي الذوق تاعو يجي بزاف مليح كي يكون مرقد. هنا بالنسبة للطريقة اللي ترقدوا بها تاعكم الشوفلور، أيضا تغليوه شوية في الماء، ولكن يعني يدي نص طياب، يعني ما طيبوهش مليح مليح. ديروا له الخل وديروا له شوية ملح، الملح ما تكثروش باه ما يجيكمش مالح بزاف، وتحطوا له الماء هذا مكان، وتخبيوه في بلارات ولا في علب تاع الزجاج وتحطوه في الفريجيدير باه يقعد لكم مدة طويلة. هذه هي الطريقة اللي تقدروا تخبيوه بها. تقدروا ايضا ديروه مع الكاسي يجي روعه في البناء تاعو. انا كنت حضرت معكم وصفه من قبل البنات تاع الكاسي ودرت فيها شوفلور جا روعه في البنه. كما قلت لكم كي تحبوا ديروه في الوصفات هكذا ولا تحبوا ترقدوه، يا اما تخليوه كيما راهو هكذا ني، ولا ديروه تغليوه شويه فقط، يعني ما تغليوهش حتى يطيح لكم، يعني طيبوه نصف طياب هذا مكان. نوليو الوصفه لهنا البنات كيما راكم تشوفوا، انا قطعت لهنا شويه معدنوس شويه دبشه، قطعتهم ارقاق كيما راكم تشوفوا، زدت لهم شويه جبن مبشور، جبن اي جبن كان متوفر عندك في المنزل باه يطلق لكم البنه. وزدت لها لهنا حبه بيض كامله، لهنا به البيض يشد لكم تاعكم هذا الخليط، ومن بعد كي تكوروه الحبات ما يعودوش يتحلوا لكم هذا مكان. ومن بعد لهنا راح نضيف لهم ايضا لا شابلور ولا شابلور ثاني. قلت لكم من قبل كيفاه كاين اللي بزاف يشريوه. احسن حاجه انك يكون عندك خبز يابس يبس لكم ولا خبز بايت، ديريه في الفور، تسخنيه في الفور حتى يحمر لك شويه هكذا، وما بعد ترحيه، يا اما ترحيه يعني تقدري ترحيه غير بالرحايه،
كما الرحاية اللي نعتها لكم في الفيديو السابق الخاصة بالتوابل. ايضا ترحي لكم الخبز بطريقه يعني رائعه جدا. تقدري انك ديريه غير في المهرس، اللي ما عندهاش الرحايه ديرو غير في المهرس. ثاني كي ترحي لكم وتعاولي انك تغرب ليه ولا تصيريه باه يجيك رقيق. هذا ما كان البنات، هذه هي الطريقه اللي تحضروا بها لا شابلور. يعني هذو الوصفات، هذه الاقتراحات ولا التدابير البنات راح تحتاجوهم دوكا جاي رمضان. يعني اي حاجه، اي تدبيره راح تفيدكم. حاولوا انكم تقعدوا يعني محتفظين بها، بس من بعدها رايحين تحتاجوها. لهنا انا بعد ما خلطت هاد المكونات كامل في بعضهم كما راكم تشوفوا. دوكا راح نبدا نكور فيهم. بالنسبه باه تكوروهم البنات ضروري انكم ديروهم في البيض وديروهم في لا شابلور ايضا باه يجيوك الحبات ملاح. يجيكم كيما الكروكيت. بصح انا لهنا راح نديرهم في الفور، يعني مانيش راح نقليهم. كما قلت لكم هذه الوصفه راهي صحيه، وايضا يعني ما فيهاش الزيوت نهائيا، يعني خاليه من الزيوت، خاليه من اللحوم، ما فيها والو. راهي سريعه وسهله وفي نفس الوقت غير مكلفه. هنا كما راكم تشوفوا نهزوا هكذا شويه من هذا الخليط، نحطه في البيض اللي هنا. حبه بيض ولا زوج حبات بيض راح يكفيوكم. وراح نديرو في لا شابلور، يعني راح اخر خطوه هي نديرو في لا شابلور. كما تقدروا ديروا له شويه فارينه، اذا لقيتوا الحبه تاعكم غير متماسكه ديروها في شويه فارينه. هذا مكان يعني طريقه راهي جد سهله وطريقه بسيطه. ايضا كاين اللي ما يشتيوش الشفلور لهنا ولا ولادهم ما يشتيوهش، ننصحكم بهذه الطريقه. راهي بزاف مليحه، وايضا يعني طيبيه في الفور مش راح يبان حتى من الذوق تاعو، مش راح يقعد لكم بهذا يعني بذوق الشفلور، يعني من بعد راح يتغير الذوق تاعو. هنا نحاول اني الحبه ثاني نزيد نغطيها هكذا مليح كما راكم تشوفوا. الفور تاعكم تكونوا سخنتوه مليح، ضروري انكم تسخنوه. ومن بعد الحبات تاعكم تستفوهم كامل في البلا. ديروا لهم ورق طهي وتدهنوه بشويه زيت باه ما يلصقولكمش، وايضا باه يطيبوا حمر الحبات من تحت. الفور كما قلت لكم تسخنوه ومن بعد تنقصوه بس كلش راهو طايب لهنا، يعني راح ندخلهم للفور غير باه يديو تحميره خفيفه. هذا مكان. وباذن الله ايضا البنات راح نشارك معكم تدابير اخرى ووصفات اخرى اللي راحين تحتاجوهم دوكا في رمضان. يعني اي وصفات راحين تلقاوهم دوكا في رمضان باذن الله. الوصفات الاقتصاديه ولا التدبيرات اللي تحتاجوهم، اي حاجه يعني راح نلقاها تفيدكم راح نشاركها بكم معكم عفوا. لهنا شوفوا دهنتهم ايضا بشويه زيت تحاولوا انكم ديروه كميه قليله، تدهنهم غير هكذا شوي شوي برك من فوق. وشوفوا لهنا البنات بعد ما طابوا كيفاه يجيو روعه، ويجي الذوق تاعهم بزاف بنين. مده طيابهم ما زديكمش حتى 10 دقائق، بس راه كلش كما قلت لكم طيب، غير تدخلوهم يتحمروا. هذا مكان. وشوفوا من داخل كيفاه يجيو روعه البنات، يجيو خفاف ويجيو مقرمشين، يجيو فيهم الفرماج من داخل. شوفوا النتيجه تاعهم كيفاه البنات. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع نهار اليوم، وتشاركوها ايضا مع اصدقائكم وحباباتكم. والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله، في وصفات اخرى ان شاء الله.